انشيلوتي معاه ساحر افريقي. غاب الساحر الافريقي فغاب انشيلوتي وغاب ريال مدريد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ بكل سعاده مع حسين وفرق من كام ميدو. خلاص مفيش ساحر افريقي مع كارلو انشيلوتي السيزون ده. الكوره بتدي للي بيلعب كوره بس، اللي انا بقوله ده ولا نفس المعنى. اخيرا ان الكوره بتدي للمجتهد ولو مره، مش كل مره تسلم الجره مع لعيبه او مش من لعيبه ريال مدريد، مع كارلو انشيلوتي. وان لعيبه ريال مدريد بيلعبوا بالكره الايطاليه وهو كل شويه بيبقى يكسبوا بيها. انا عارف ان هي بتبقى حاسمه وبتجيب لقطات وبتجيب بطولات، لان اصلا دوري ابطال اوروبا زي ما قلنا امبارح في ماتش برشلونه ان هي عباره عن لقطه واحده. كارلو انشيلوتي الموسم ده انت لا تعني شيئا خالص، مفيش خالص. كل المطوشه الكبيره والحاسمه ما كسبتش منها حاجه، حتى لو ماتش السيتي اللي انت كسبته، ولكن اصلا السيتي ده السيزون ده ضايع. هو اصلا بيحاول في الدوري يطلع بتوب فور. النهارده ارسنال يلقي درسا قاسيا لريال مدريد وانشيلوتي وعن جهيه انشيلوتي، المدرب اللي ما فيهوش اي بذره فكريه خالص. وهو ده انشيلوتي عموما، حتى لو كان بيكسب بطولات بيجي في الدوري او في الدوريات اصلا اللي بياخدها ما خدش في دوريات كتيره. كارلو انشيلوتي يا جدعان هو بص، هو مدرب اكيد جامد، اكيد واخد 5 تشامبيونز ليج، ولكن يا جماعه كان معاه سكواد جامد فشخ. اذا كان اي سي ميلان ولا ريال مدريد، نيستا مالديني توريتش، كريستيانو مارسيلو مثلا، قول بقى كازيميرو، كروس في المنظومه اكتر بيساعد. يا لا فرقه فينيسيوس جونيور في الفورمات، والسيزون بتاع بنزيما اللي كان فيه توب فورم واون فاير خد فيه بالون دور، وفاهمه حاجه رودريجو. ولكن انت كنت بتكسب بمعطيات هي الفرديات. الفرقه من 5 مع ارسنال رايح جاي. السيزون ده ما تستحقش اي حاجه، حتى الثمن اللبان اللي انت بتاكلها. مبسوط وفرحان اكيد في الغريم التقليدي الازلي. النهارده كره القدم تحقق العداله الكرويه مع ارتيتا السيزون ده. اي نعم هو كمان ارتيتا حاجه غريبه جدا ان هو بقاله 6 سنين بيبني الفرقه، والسيزون ده كان المفروض ياخد الدوري، وهو كان فعلا المرشح الاول ان هو ياخد الدوري. ولكن اللي احنا بنشوفه مع ارسنال او مع ارتيتا هو حاجه غريبه. انت عملت ماتش النهارده، انت مدرب جامد دفاعيا وتكتيكيا، وازاي تطلع بالكوره وامتى تهاجم وامتى تدافع وتقف صح، واللعيبه يا باشا واخدين التعليمات منك بحذافيرها مطبقينها. انتوا ليه مش بتلعبوا كده في الدوري؟ حاجه غريبه. انا عارف ان هم مش معاهم، يعني متخيل هم كسبوا ريال مدريد من غير مهاجم بميكل ميرينو اللي عمل اسيستين اللي كسب بيهم ارسنال، والماتش الاولاني اللي جاب الجول ميكل ميرينو احسن من كي هافرتس يا راجل. طول السيزون اللي عمل كي هافرتس كويس ان هو اتصاب بالنسبه لجماهير ارسنال. انا طبعا ما بتمناش حد يعني الاصابه وكده، ولكن بالنسبه لجماهير ارسنال غور يا عم هافرتس. ميكل ميرينو اللي عامله في ماتشين مع كي هافرتس طبعا في تشيلسي، طبعا هو اللي كان البريم وهو اللي جاب الدوري ابطال اوروبا من مانشستر سيتي. ولكن يعني حتى لو مع وجود كي هافرتس وكان بيجيب اجوال ويمكن كان مؤثر في منظومه ارتيتا، ولكن ميكل ميرينو النهارده هو مسح بقول لك تاريخ السيزون ده بالنسبه لكي هافرتس. هي لقطه واحده زي ما بقول لك عليه، لقطه تاخد بيها دوري ابطال اوروبا. وطبعا انت اصلا قبل الماتش السوشيال ميديا والاعلاميين في سكاي سبورت، يعني كاليجر بقى ونيفل بقى والشباب الجامده دي، بالاعلاميين كمان اللي هم على السوشيال ميديا اللي هم الكبار، عمال يقولوا الريمونتادا. لعيبه ريال مدريد الريمونتادا ماشي اوكي، بالنسبه للعيبه ريال مدريد دول ريمونتادا في غرفه الملابس ده اوكي، المدرب بيقول كده صح. ولكن الاعلاميين كانوا طالعين من قبل الماتش بيقولوا ان في ريمونتادا ريال مدريد، وانا قلت ان ده حقهم، لان ريال مدريد على مدار ال5 ولا ال6 دوري ابطال اوروبا كان بيرجع بنفس السيناريو اللي هو يبقى مغلوب فبيرجع فبيكسب، بيكسب باللقطات او بفرديات اللعيبه، مش بتكتيكات المدرب، بلعيبه شخصيه لعيبه. هم من كتر الممارسه ومن كتر ما هم احتكوا في دوري ابطال اوروبا والبطولات بيعرفوا يكسبوا في اي وقت. زائد ان الحظ والتوفيق بيبقى عالي جدا، حتى لو الفرقه اللي قدامك بتبقى كويسه او هو كمان يبقى هو كويس في ماتش فالكره تعارض معاه. ما كانش بيحصل كده في دوري ابطال اوروبا. طبعا انت كل الضغوطات والبريشر اللي بيبقى على لعيبه ريال مدريد ان خلاص هو ريال مدريد هو صعد
صعد وكسب ارسنال، مهمش ارسنال الناحيه الثانيه. حلو قوي، ادي ضغوطات للعيبه ريال مدريد بقى بالاداره بتاعتهم بالمدرب، سيبنا نلعب على مزاج. وفعلا الماتش النهارده ريال مدريد بالاربعه لقدام ما شاطوش شوطه. ريال مدريد مش عارف يعمل هجمه. ميزه ريال مدريد كان في حاجتين، الاوفرات كانت من ايام كارفاخال او مارسيلو، والشوط مفيش شوطه عدله لريال مدريد الا الكوره واحده اللي هي يعتبر مش اون تارجت بتاعت كيليان مبابي. تخيل يا معلم، ده ريال مدريد النهارده نازلين الماتش مش عايزين يكسبوا، واضح جدا ان هم مش في الفورمه. اكيد طبعا يعني اللعيبه الفرديه كلهم مجهدين، طبعا على ابرزهم كيليان مبابي ابن الفقريه. صدفه تصادف يا عم هيصه انت يعني سبت باريس سان جيرمان تلعب نص النهائي، رحت ريال مدريد تلعب من ربع النهائي. ولكن عوده 2006 تتكرر في 2025 بعد 19 سنه. نتكلم في الماتش معاكم حسين بيوناك بالفوره من كام. يلا نبدا، بس قبل ما نبدا تعملوا لايك شير سبسكرايب على زر الجرس. طبعا استاذ ساكا لو كان حصل اللي في دماغ ارسنال والريمونتادا، ساكا كان هيتسبله وينعله، وكان هيحط ايموشنز قرود على ساكا طول السيزون ده والسنين الجايه. مش كفايه اليورو اللي ضيع فيه في ماتش اللي هو النهائي كان قدام ايطاليا اعتقد على ما اتذكر يعني 2020. طبعا كل الكومنتات مش هو لوحده، كان هو وراشفورد ساعتها موز بقى وقرود وحاجه قله ادب وسفاله يعني. اتفشخ ساكا، اتفشخ من جماهير انجلترا كلهم. متخيل النجم الاوحد لنادي ارسنال اللي هو ساكا، اللي هو الوحيد الحريف في الخط الهجومي لعيب شوارع، عمل شبايه. انا عمري ما شفت بانينكا في زاويه، لا وعلى يمين كورتوا. هو اصلا كورتوا بيصد يعني اللي تحت واللي فوق والاخضر واليابس، فهم حضرتك حطيتها بانينكا يعني على يمينه. فاكيد طبعا يعني انت كان دماغك فيها ايه؟ يخرب بيت ام برودك، حطها في النص جول، او تحطها على شمال كورتوا لان دي نقطه ضعف كورتوا في ضربه جزاء، حطها على شمال وهتيجي جول. من البرده عارف يعني كان هيتسبله، ولكن القدر يقف معاه. طبعا الكوره ان هي طبعا اكيد 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 ضربه جزاء. راؤول اسينسيو الغبي الغشيم العبيط، انا ما كنتش يعني كنتش متخيل ان هو يبقى بالسذاجه دي يخلي يعني ميركل ميرينو. تخيل ميركل ميرينو ده يعني 3 اسيست النهارده، ضربه جزاء هو اللي عملها. راؤول اسينسيو شده يعني فشخه. الكره اصلا اتلعبت اوفر خلاص من ديكلان رايس. يا عم خلاص انت شديته مره في الثانيه سيبه. ضربه جزاء والفار تشيك انا ما اعرفش كان فيها ايه الصراحه. كورتوا مسكها اصلا ساعتها، فار تشيك بعديها بدقيقتين اصلا ولا 3 دقايق شافها ضربه جزاء. طبعا بقى الاستاذ ساكا ضيعها. الكوره بقى بتاعت كيليان مبابي رد بقى ضربه جزاء يا معلم، والحكم ادى انذار لديكلان رايس وما كانش هيلعب الماتش الجاي لو كان صعدوا. طبعا ما صعدوا خلاص يعني. ولكن طبعا الجدال وفي الفار 5 دقايق يعني من الجدل والنقاش والحماس والاثاره وكل حاجه في الكوره. حكم تحس ان هو خلاص يعني قعد 5 دقايق. حكام اوروبا بيحسبوا في كوره هي اصلا مش ضربه جزاء، ولكن ريال مدريد ليه ضربه جزاء خلي بالك يعني في الماتش. بس بعديها الحكم ما حسبش ضربه الجزاء. الكره بقى بتاعت راؤول اسينسيو مع اوديجارد. اوديجارد هو شادد حرفيا راؤول اسينسيو من التيشيرت نفس ما عمله راؤول اسينسيو مع ميكل ميرينو، ولكن الفرق ان اوديجارد فاهم بخباثه شويه. يعني ايه هي طبعا لو هي فار تشيك هي ضربه جزاء، ده من وجهه نظر انا يعني. ودي بقى القصه بتاعت الجدال التحكيمي ان ده اللي حصل من وجهه نظر انا كحسين يعني. ولكن ريال مدريد هو مفيش خالص خالص خالص. مفيش باصه، مفيش اساسيات حتى يعني تكتيك. هو كارلو انشيلوتي قايل لهم تعملوا ايه؟ مفيش خالص. بقول لك مفيش يا معلم بقى، ولا بلينجهام بقى بلا مبابي بلا فينيسيوس جونيور بلا رودريجو. ده انا كنت اكتر واحد بتكلم على رودريجو كويس ما شفتلوش خالص خالص. هو الحاجه الوحيده اللي انا كنت مقتنع بيها ان هو ما بداش بمودريتش عشان سنه وينزل الشوط الثاني، وقد كان نزل يعني. ولكن طبعا ريال مدريد اصلا هو نازل الماتش هو خسران. بلينجهام اصلا احنا هنعمل ريمونتادا انا ما شفتوش النهارده، ودي مش فعلا مش شخصيه ريال مدريد خالص. لا بجد بامانه يعني نتكلم بقى بما يرضي الله. فهو اصلا الخطوره كان كلها يعتبر من لعيبه ارسنال في الشوط الاولاني. ساكا يشوط، كورتوا يصد، مارتشينيلي ده عامل زي رمضان صبحي النسخه المصريه بتاعتنا، بيلعب على الخط بس سيبك من الجون اللي جابه. هو لعيب بياخد الكره، هو اصلا زادت عدد واخد الكره قراراته كلها غلط وبيعمل حاجات بيجي بالخط معوج. لعيب خط بيض يعني، ناقصين واحد.
ولكن الناس بتتكلم على 2 لعيبه في ارسنال، وباستثناء هو واحد بالنسبه لي. طبعا اولهم اللي جاب الفاولين العالميين ديكلان رايس. ايه ده ايه ده، هجوم تلاقي، وسط تلاقي، دفاع تلاقي، تكتيك تلاقي. وطبعا المعلم، ابن المعلم اللي برشلونه المفروض يجيبه او في كلام عنه، توماس بارتي. يا سلام يا سلام على حلاوه البصل ده لمارتينيلي. طبعا مارتينيلي الشوط الاولاني طبعا يعني ايه الحلاوه دي والافتكاكات دي يا ابني، ايه الجمال والطعامه دي. برنس توماس بارتي وديكلان رايس هم نجوم اللقاء. حتى لو هو ساكا عمل النوش وطبعا الجون العالمي اللي جابه يعني، بس هم الاثنين لازم ياخدوا حقهم. رايس وتوماس بارتي الاثنين بشوات هجوم ودفاع وتكتيك وفعلا ارتيتا قال لهم يعملوا ايه وهو بينفذوه، وهم كمان لعيبه. فمتخيل بقى الحلاوه بقى، الباكج الجميل ده من اسباب صعود ارسنال. ديكلان رايس مش بس بالجولين، باللي عمله، وطبعا توماس بارتي، وطبعا هو ساكا برضو. خلي بالك الماتش برضو الاول يعني الاثنين فاول هو اللي عملهم، جاب الجول. انا ضربه جزاء دي كانت هتبقى يعني هتبقى لقطه واحده سودة في تاريخ باكايوكو ساكا لو كانت ضاعت. الشوط الاولاني يخلص 0-0 مع تضييع فرصه بتاعت مارتينيلي اللي صدها كورتوا. الشوط الثاني ابتدى شوط بقى ارسنال بيمشي الكره على مزاجه، على مزاجه. انا قلت الشوط الثاني يا بقى شوط المدربين، المفروض كواحد زي كارلو انشيلوتي او اللعيبه تنزل الشوط الثاني بشخصيه ثانيه، ولكن تتفرج على الكوره بتاعه مارتينيلي في الناحيه اليمين عمال يعمل بالكوره كده بينج بونج بينج بونج. رودريجو مش عارف يدخل عليه، مش عايز يخش عليه. لوكاس فاسفيز ده يعني واقف كده بيعملش اي حاجه، ما حدش مسانده من ناحيه اصلا رول اسينسيو من الناحيه اليمين عندهم. الواد قعد حوالي 3 4 دقائق هو بيعمل في الكوره كده بس بينج بونج. ده يدل ان اصلا لعيبه ريال مدريد مش عايشين الماتش. بس نقطه في الشوط الاولاني في كوره فالفيردي بيلعبها اوت. فالفيردي من كتر ما هو برده هو مش في الفورمه، واصلا برده هو كمان مش عايش الماتش، فالكوره كانت سيئه يا جدعان. مفيش حد عدل الا مثلا كورتوا بس، عشان ايه كان في خطوره من ناحيه ارسنال. ايه ده، بيلعب الاول فالفيردي هو مش عارف يلعبها ازاي او مش عارف يلعبها لمين. سالك ثواني كتيره جدا اداها في الاخر لجوز فاسكيز لعبها اتقطعت. انت اصلا لعيبه ريال مدريد بقول لك هم مش عايزين يلعبوا. واضح جدا 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 ان هم قلبين على كارلو انشيلوتي ان هو فعلا حمار. والماتش اللي فات بانت ان فينيسيوس جونيور بيتكلم مع كارلو انشيلوتي اصلا مش كويسه في في الغرف المغلقه يعني ما بين اللعيبه والمدرب، ان خلاص انشيلوتي كفايه كده غرف داهيه. جاب الجول لان فعلا يعني هو يعني زي ما بتقول يا ربنا عوضه عشان ضربه جزاء اللي ضيعها. هو الواد اصلا شكله كيوت. خد طبعا شويه ضرب جامدين جدا طبعا، هي في اول الماتش طبعا بتاعت الابا فالفيردي واحده، فهو اتفشخ حبه عيني يعني. ولكن الجون اللي جابه الاستاذ ميكل ميرينو اداله اسيست عالمي، اداله اسيست جامد جدا وتشبايه عالميه من ساكا. الجون الاولاني يا معلم انا قلت ان هي اوف سايد طبعا، يعني حسيت ان هي اوف سايد طبعا يعني اكيد، ولكن فالفيردي مغطي الاوف سايد الجون الاولاني. بعديها طبعا حاجه من روائع ريال مدريد الايقونيه في دوري ابطال اوروبا، صليبه اللي عمل ماتش برضه ده من نجوم اللقاء الثالث او الرابع كمان في ارسنال. يعني كان عامل ماتش جامد جونيور وعمل برضه على كيليان امبابي. كيليان امبابي ما عداش منه خالص نهائيا. كوره يعني يغلط فيها غريبه جدا يعني. فينيسيوس جونيور يجيب الجون الاولاني بس الشعار يلا حبيبي اتكل على الله انت كمان مش ناقصاك. فجون برضو ايقوني من لعيبه او من كيان ريال مدريد او من عفاريت ريال مدريد. بقت 1-1. حسيت ان هم ممكن يجيبوا 3 اجوان عادي جدا في ظل هم ظروف سيئه جدا وما بيلعبوش. انا قلت ان هيجيبوا 3 اجوان، ما تامنش ريال مدريد الا مع صفاره الحكم بس. ولكن ولا حاجه اي حصلت. تبديلات بقى في شينك بقى اندريك بقى ينزل يا انا قصيرك يا راجل، وبتنزل ابراهيم دياز بعد ايه يعني، ولوكا مودريتش هيعملوا الفرقه بقول لك مش شايفه قدامها ومش عايزين يلعبوا كوره. لكن انا مستني من الاربعه دول حاجه فوق الوصف. انتوا صفوه الصفوه يعني. الماتش ما حصلش اي حاجه بعد الجون التعادل ده. مارتين اللي جاب جول بقى، مين اسيست مين؟ ميكال ميرينو ابن اللعيبه برضه يعني مصمم يثبت وجوده. ميكل ميرينو اسيست حلو قوي. جابرييل مارتينيلي الكوره الوحيده الصح اللي اتصرف فيها انا قلت هيضيعها، ولكن ده كان كويس على شمال كورتوا. وريال مدريد يطرد من دوري ابطال اوروبا. كفايه بجد كفايه بجد. ما كانش ينفع تكسب الماتش ده، ما ينفعش. بص بالطول بالعرض ما لعبتش كوره طول السيزون، ده نتاج لسيزون كامل انت ما لعبتش فيه.
انت مرشح تاخد الكاس، خلي بالك انت اي نعم انت خدت بطولتين بتاعت السوبر الاوروبي من اتلانتا والكونتيننتال من فريق اللي هو باتشوكا، منك لله كهربا ساعتها يعني. فانت السيزون ده حتى وانت بتكسب الفرقتين دول، سيبك من باتشوكا طبعا اي كلام، اتلانتا برضو ما عملتش حاجه قوي يعني، ما كنتش الواو، ولكن عشان اسم ريال مدريد فكسبت. اكيد طبعا يعني بعد البطوله دي او بعد السيزون ده يورجن كلوب يجي او اي مدرب تاني، عشان ريال مدريد جدد وزهقت ان هم عايزين يلعبوا كوره. فحقهم الصراحه. كفايه كارلو انشيلوتي غور في داهيه، كاني طبعا مشجع لريال مدريد طبعا بيني وبينك لا طبعا ما بحبهمش اصلا، ولكن ده ما يدلش ان النادي ارسنال او مايكل ارتيتا عمل ماتش السيزون او الماتشين حرفيا للتاريخ يا ارتيتا بجد. بص انا كنت بقول لك انت وتشافي وجهان لعمله واحده في قصه، يعني اللي انتوا يعني بتدوا باشون عالي قوي او بتدوا يعني بروجرس عالي جدا للفرقه في اول سيزون ده، هياخد دوري وسوبر وبعديها السنه اللي بعديها يطلع بفضايح بمشاكل اربعه. ارتيتا 6 سنين كان بيكون فرقه من لعيبه طبعا كان مستافيك وسينلي، وكانت فرقه معنى بقى لربنا يعني. فبعديها انت تخلي ان الجماهير ارسنال، وانا اصلا واحد بميل لارسنال شويه في الدوري الانجليزي كلاعب يعني طبعا، ان هم كان المفروض ياخدوا الدوري خلال ال3 سنين ياخدوها مره، ولكن حرفيا بجد ارتيتا شابوه. ولكن في الدوري الانجليزي يا معلم انت المفروض كنت تاخد السيزون ده الدوري على الاقل. الفرق كلها مش شايفه قدامها، حتى ليفربول هو فارق بسبب ان انتوا ضعاف. المفروض اشوفك السنه الجايه او مع اللعيبه دي خلاص بقى، انتوا قابلتوا كل الجامدين، انتوا كسبتوا كل الجامدين، السيتي ب5، ريال ب5 راح جاي. لكن الله اعلم هتعملوا ايه مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان فريق لا يقهر مع لويس انريكي. شابوه لتاني وتالت وعاشر مره لارتيتا في المطوشه دي او في الماتش ده بالذات الصراحه. كل الناس عماله تتكلم وضغوطات وريمونتادات، ولكن ياسين واحد اسمه ميكل ارتيتا. شكرا ميكل ارتيتا اللي انت برضه عمال تنفسخ شربات، ولكن هتفضل مقاول، لازم تاخد بطوله كبرى. في نهايه الحلقه انا اسف انا طولت عليكم، شرحت شويه حاجات كان في كلام كتير والفوره كانت من 5 حرفيا، فبس يعني وصلت لاخر حلقه تعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس. معاكم حسين من نجم الفوره من كام. اشوفكم بقى ايه في ماتش برشلونه وانتر وارسنال وباريس سان جيرمان. بس كده، السلام عليكم.